بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ حلقة جديدة من حلقات وجهة نظر على قناة وائل سيف النصر. أهلا بحضراتكم. الحلقة رقم 11 من سلسلة ولا 10، حلقة رقم 10 من سلسلة فيها حاجة حلوة. وطبعا مصر فيها مليون حاجة حلوة زي ما بنقول في كل مرة، وهتفضل فيها حاجة حلوة رغم أنف الحاقدين والحاسدين والكارهين، ورغم أنف اللي أنا عايز أتكلم عليهم في الفيديو ده. طبعا في كذا موضوع عايز أتكلم فيه، بداية موضوع جمال عبد الحميد والكلام اللي طلع قاله في قناة نادي الزمالك، وطبعا انتشر من أول امبارح لغاية النهاردة والناس كلها اتكلمت فيه واستفاضوا في الكلام فيه. بس أنا ليه وجهة نظر، مين اللي ورا الكلام ده كله؟ في حد من المسؤولين ورا الكلام ده كله. مين هو؟ الله أعلم بيه بقى. وهو اللي سايب اللي زي مرتضى وجمال عبد الحميد يتكلم ويقول لك احنا هنولعها زي ما هم بيولعوها، وبيتكلم على عادل القيعي وابراهيم المنيسي وعلاء صادق والخطيب وابراهيم سعيد، يعني عمال ما سابش حد. حتى انت يا جمال فله. طبعا الناس القديمه فاهمه يعني ايه جمال فله. طبعا احنا مش بنعاير حد، والحمد لله ربنا يتوب علينا وعلى الجميع، فهو تاب. بس انت اللي عملك الاهلي وطالع في الزمن، والله هو صح، بس زمن الرويبضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الناس فاهمه يعني ايه زمن الرويبضة، بالبلدي زمن الغطرشه. زمن الغطرشه يعني الكويس بيبقى وحش والوحش بيبقى كويس. ده موضوع جمال عبد الحميد من الالف للياء، يعني ده كله استعباط، نفس اللي بيحصل مع رئيس ناديه للاسف. وهو اكيد واخد الاوكي، هو ورئيسه واخدين الاوكي من مين؟ الله اعلم. هو ده المهم. وعشان كده كل حاجه اتداست عشان خاطر نادي الزمالك. وده اللي يدخلنا في الموضوع الثاني، اتحاد كرة الطائرة. ياسر قمر طلع هو رئيس النادي من يومين، برضه يوم الخميس ولا يوم الجمعة، في الأيام اللي بيطلع فيها في المسرحيات اللي بيطلع فيها كل خميس وجمعة، وهدده وقال له هنسجل اللاعبين الأجانب غصب عنك، وهنسجلهم يعني هنسجلهم، واتكلم على كل الاتحادات. فياسر قمر سجل لهم ايه؟ لاعب كرة الطايرة الأجنبي من بورتوريكو ولا من أمريكا. المهم استجاب وخد شيك، طبعا ما خدش فلوس، خد شيك والله أعلم يصرف ولا ما يصرفش. المهم هنجدول زي كل مرة، وزي ما عملوا مع اتحاد كرة القدم جمال علام ومن قبله مجدي عبد الغني لما كانوا ماسكين شؤون اللاعبين والكلام ده. يعني الموضوع قديم في كرة القدم، بس كرة الطائرة طلع هددك، يبقى انت كده موضوعك منتهي يا عم ياسر يا قمر. أمر بالستر. قصاده طلع امبارح وعرفنا من الإعلام إن رئيس اتحاد كرة السلة مجدي أبو فريخة، واتحاد كرة السلة ليه لوائح، ونفس اللوائح هي إن أنت لازم عشان تسجل تدفع نسبة 5% 6%، الله أعلم 7%. فالنسبة دي ما دفعهاش نادي الزمالك، حبوا يسجلوا، فمندوب نادي الزمالك لما راح يسجل قالوا له ادفع، ما دفعش، ما معهوش، قال أنا معيش وحاسجل غصب عن أي حد زي ما قال له رئيس النادي. فقالوا له لا، ده عندك أنت، ما رضوش يسجلوا له. ولذلك تحية لمجدي أبو فريخة، هو ده العدل. لكن ما بيحصلش في كل الاتحادات. كل الاتحادات بتطاطي لمصالح شخصية. ولذلك ما حدش يقول لي السياسة مش داخلة في الرياضة. من زمان قلتها، وفي فيديو قديم ليا يمكن من سنة أو أكتر من سنة، السياسة داخلة في الرياضة ومحدش يقول لي عكس ذلك. فمعلش يعني كلها. وده اللي خلى الزمالك ياخد الدوري السنة اللي فاتت واللي قبلها، وربنا يرحمنا. الموضوع معروف، ما حدش ينكر، اخواتي الزملكاويه ما حدش ينكر. ما علينا. موضوع تاني
يعني امبارح لقيت خالد الغندور، فيديو لخالد الغندور جايبينه حد بعتهولي، بيقول لي سمعته بقى خالد الغندور بيحلم ان الاهلي والزمالك يتقابلوا في القرعه او في افريقيا، يعني يوقعوا مع بعض في مجموعه واحده. بأمارة ايه؟ بأمارة ايه؟ انت عمرك ما غلبت الاهلي. يعني الاهلي لاعب الزمالك في دوري ابطال افريقيا، طبعا القرعه يوم 16 للي ما يعرفش، يعني طبعا اغلب الناس عارفه. قرعه دوري ابطال افريقيا دوري المجموعات يوم 16. الاهلي وقع مع الزمالك في دوري المجموع في دوري ابطال افريقيا بصفه عامه 9 مرات. طبعا اخرهم كانت المره النهائيه اللي هو البطوله النهائيه القاضيه ممكن، وفاز الاهلي 2-1، ادي واحده. وثمان مرات في دوري المجموعات 4 مرات، وفي الادوار الاقصائيه 4 مرات، 8 مرات، والتاسعه القاضيه ممكن. في التسع مرات الاهلي فاز 6. وانا فاكر جون ابو تريكه اللي عملوه له وليد سليمان 2012 او 2013، 2012 بتهيألي او 2013، فزنا 4-2. 2013 كانت مباراة عودة، تعادلنا في الدور الاول 1-1 او في الماتش الاولاني 1-1 و4-2. فهدف رهيب، اسيست بالكعب على الطاير، وابو تريكه خدها بوش رجله على طول شيل. كان ساعتها عبد الواحد السيد تقريبا، او عبد الواحد السيد على ما اعتقد. يعني الكلام ده من 10 سنين، 2013 يعني تقريبا 10 سنين، احنا داخلين على 2023. فبأمارة ايه انت بتتمنى وبتحلم ان الاهلي يتقابل مع الزمالك مستنيك في القرعه؟ هو نفسه طلع قال كده، بحلم بيك، انا بحلم بيك وفي القرعه مستنيك. طبعا هو كالعاده بيغشوا، طبعا هم جماعه غشاشين بيحبوا يغشوا كل حاجه تقولها النادي الاهلي. طبعا الكلام ده كان طالع امتى؟ قبل مباراه السوبر المصري في الامارات اللي فاز بها النادي الاهلي، ما فيش من 15 يوم لما غلبنا 2-0. كان جمهور الاهلي بيغني في المباريات المحليه بحلم بيك انا بحلم بيك، وفي السوبر مستنيك. فمن كتر ما هو مهووس بالجمله طلع هو يقولها دلوقتي، بحلم بيك انا بحلم بيك وفي القرعه مستنيك. خالد الغندور بيغش كالعاده. تقول انت نادي المبادئ والقيم، هم يطلعوا يقول لك لا احنا نادي المبادئ والقيم. تقول انت احنا نادي القرن الافريقي، وافريقيا كلها بتقول ان الان النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي، هم يطلعوا يقولوا لا احنا نادي القرن الحقيقي. تقول لهم جمهوره ده حماه، يطلعوا هم نفسهم يغشوها ويقولوا جمهوره ده حماه. انا مش عارف والله، في الاخر هيقولوا النادي ده بتاعنا على النادي الاهلي. طب النادي بتاعكم خليك اهلاوي بقى، ما انت لو بتفهم خليك اهلاوي. انت كده كده عاجبك الاهلي وبتغش منه كل حاجه وبتقلده في كل حاجه، وطبيعي ان انت تقلده في كل حاجه لان الاهلي الاول دايما في كل حاجه، لكن انت بتنكر. انا اتمنى ان الاهلي يوقع مع الزمالك في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات، لان كل مره وقع الاهلي والزمالك في دور المجموعات الاهلي خد البطوله. الخمس مرات لما وقعوا مع بعض الاهلي خد البطوله. 4 مرات في دور المجموعات والادوار الاقصائيه، ومره في السوبر في نهائي دوري ابطال افريقيا لما وقعنا معهم في 2020. فالثمان مرات 8 مباريات ب4 بطولات، كل مره الاهلي بياخذ البطوله، مش بيفوز على الزمالك بس، لا بياخذ البطوله في 2012 و2013 وتقريبا في 2005 و6 وفي 2008 وفي اخر مره 2020. يبقى الاهلي واخد 5 بطولات عن طريق نادي الزمالك. بكام فوز؟ 6 فوز و3 تعادل، ده ال9 مباريات اللي لعبناهم مع بعض في افريقيا بس. وطبعا كاس السوبر في 94 ده السوبر الافريقي خسرناه، كان دي الخساره الوحيده للنادي الاهلي في افريقيا، ماتش مباراه السوبر 94 بتاعت كابتن شوبير وايمن منصور. وعلى فكره ايمن منصور ده من نشيء الاهلي اصلا قبل ما يروح السكه حديد، وهو بيعترف وقال الكلام ده، وراجل محترم على فكره، خطير يعني ما شاء الله عليه، من الناس المحترمه امثال حلمي طولان والناس دي. لكن خالد الغندور وطالع يقول كده بوش ايه؟ انا مش عارف. هو ده زمن الغطرشه،
زمن الغطرشه اللي بيخلي واحد زي هزازي الرؤوس يطلع يقول ان الاهلي ايه المركز الثاني، صاحب المركز الثاني ولا الوصيف، ولا في كلمه بيقولها، لا دوبلير، الاهلي دوبلير بلغه السينما. دوبلير، قال الاهلي دوبلير. الاهلي دوبلير، الاهلي اللي على طول ارقام قياسيه وعلى طول الاول في كل حاجه، طالع تقول عليه دوبلير؟ شفت له فيديو غريب اللي اسمه الفولي ده، مع انه كان في قناه النادي الاهلي للاسف في فتره من الفترات اللي مش عايزين نتذكرها تاني. والاهلي دوبلير زمن الغطرشه اللي باللغه العربيه زمن الرويبضه هو كده. طب هنقولها زمن الغطرشه يعني كل اللي يقول والكلام الفاضي هو اللي بيمشي، لكن الكلام الحق ملوش مكان. هو ده زمن الرويبضه، معناها بالبلدي للناس الطيبه والغلابه زمن الغطرشه. احنا دلوقتي في زمن الغطرشه للاسف، والصح بقى غلط والغلط بقى صح، هو ده. فكلام خالد الغندور ده يا ريت يحصل. بنتمنى من الله بدل ما هم 5 بطولات هيبقوا 6، وهنزود ان شاء الله فوزين على ال6 اللي فزناهم يبقوا 8 و3 تعادل 11 من ساعه ما سمي الدوري ابطال افريقيا. لكن قبل كده قبل ما تبقى دوري ابطال افريقيا كان اسمها كاس الكؤوس الافريقيه ابطال الدوري، وكاس الكؤوس الافريقيه ابطال الكاس، كانت اسمها كده زمان في التسعينات وقبل التسعينات. لكن من بعد كده من 97 لا خلاص بقت دوري ابطال افريقيا. فمن ساعتها لعبنا 9 مرات، الاهلي فاز 6 وتعادلنا 3. فانت بأمارة ايه عايز تقابل الاهلي؟ يا ريت نتمنى يبقى موضوع جمال عبد الحميد وردينا عليه. وطبعا الزمن هو زمن الغطرشه والكلام الفاضي اللي سمعناه، ورئيس نادي الزمالك نفسه والكلام اللي قاله على اتحاد الطايره والهجوم على كل الاتحادات وما عناش فلوس وبيشحت. فده كله ده وبيعتبروه نجاح، ده افضل رئيس نادي في الدنيا في الكون في المجره كلها. طيب يا عم هو فين اذا كان النادي بيشحت وانت كرئيس نادي بتشحت؟ امال عايز الناس تسندك على طول؟ الوزير هيفضل يسندك على طول؟ الدنيا كلها هتديك فلوس وخلاص وانت تصرف وخلاص؟ طب ما انت بتصرف بالعبيط، انت بتصرف من غير تقنين، من غير فن الاداره اللي الناس المفروض تهاجمك عليه. هم واقفين بيطبلوا لك ليه؟ لغرض معين عندهم، عشان بياخدوا منك ايه؟ الأبيج. والأبيج ده انت بتجيبه من فين؟ ما من الناس اللي بتديك. فخلاص بطلوا يدوك طلعت تبكي. هو ده الفرق بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، ده الطبيعي يعني، ده الطبيعي. وعشان كده الناس دي محتقنه، الناس دي جواها حاجه غريبه. انت من يومك كده وهتفضل كده. انت بتتطلع ليه ان انت تبقى زي النادي الاهلي؟ ما تقدرش. النادي الاهلي لما تاسس كان كده. سعد زغلول واللي اسسوا النادي الاهلي، سعد زغلول كان اول رئيس للجمعيه العموميه طبعا عارفين في سنه 1907 لما تاسس النادي الاهلي. فوطني النادي الاهلي هو الاهلي هو الناس، هو البشر، هو الشعب، هو لامم الشعب كله، مسلمين ومسيحيين وكل طوائف المجتمع. الاهلي اهلي. لكن الزمالك بيحب يقلد، ولذلك هم كلهم غشاشين وبيضحكوا على شعبهم وبيضحكوا على جمهور الزمالك للاسف. والجمهور بيطبل له عشان عايز يبقى زي كده، ومش عايز يرجع ويقول النادي الاهلي هو الاصل. النادي الاهلي هو الاصل، معروفه. واخر موضوع عايز اتكلم فيه، معلش هطول عليكم شويه، موضوع عايز اقول وجهه نظري، فاسمحوا لي ان انا اقول فيه وجهه نظري. نادي الاهلي رد اعتبار نادي الزمالك من فاركو مواليد 2001. فاركو غلبهم في الاسبوع اللي فات 6-0، غلب نادي الزمالك. الاسبوع ده امبارح ولا اول امبارح الاهلي لعب مع فاركو وفاز 2-1. عرفنا برضه من السوشيال ميديا، يعني مش بقول لك ان انا بجيب اخبار، انا ما بجيبش اخبار، انا بقول وجهه نظري. فطلعوا الاهلاويه ومبسوطين، الاهلي رد اعتبار الزمالك، ماشي حقك، بس في موضوع اكبر منه انتم مش عايزين تتكلموا فيه ليه؟ موضوع مواليد 2010. على فكره الناشئين في الاهلي في طفره، كل قطاع الناشئين في طفره، جايبين ناس خطيره، ناس بس يا ريت نستعين بيهم في الفريق الاول ويفضلوا لغايه ما نوصل للفريق الاول. في واحد اسمه زعلوك
مش عارف مواليد 2005 ولا 2006، سامع عنه على السوشيال ميديا حكاية. وفي اثنين، كريم الدبيس والثاني اللي جابوهم من وادي دجلة عندهم 20 سنة تقريبا أو 19 سنة، فإن شاء الله خير. المهم مواليد 2010، وده الموضوع اللي أنا كنت عايز أحكي فيه وأقول وجهة نظري. مواليد 2010 يعني عندهم 12 سنة، 12 سنة يعني في سنة 6 ابتدائي أولى إعدادي، أطفال بيلعبوا مباراة النادي الأهلي ضد نادي إسكو. طبعا نادي إسكو ده نادي قديم جدا في الثمانينات، أنا صغير كنت فاكر إن في نادي اسمه إسكو، بعد كده خلاص هبطوا زي الترسانة طبعا الترسانة مؤخرا يعني في التسعينات، لكن ده من بدري، من يمكن منتصف الثمانينات ولا اندثر. المهم مواليد 2010 النادي الأهلي بيلعب نادي إسكو، فازوا عليهم 22-0. طبعا الأهلاوية مبسوطين، وأنا عن نفسي بقول إيش معنى 22 رقم أبو تريكة، حاجة حلوة خالص. بس للأسف الموضوع ده غلط. يعني النادي الأهلي فاز والمفروض أنت مبسوط كأهلاوي، بس من جوايا أنا مش راضي، لأن الموضوع ده موضوع مش سهل. إنه طفل زي ده يتغلب 22-0، ده يتحطم نفسيا، ده يبطل كورة، ده موضوع غريب، موضوع. وسايبينهم ليه لغاية ما يوصل 22؟ الحكم على فكرة مش من حقه يلغي مباراة ولا. العيب فين؟ وجهة نظري بقى، العيب في اللوائح. المفروض اللوائح ما تعدش، انت العب من غير ما تقول 3-0 4-0 5-0، اللي يجيب جون يجيب جون، وفي الاخر هنكافئ الفرقتين. اوروبا ما بيجيبوش جوان، مش حاطين عرضات، بيقعدوا يلعبوا مع بعض كده وخلاص، في نص ملعب في مساحة معينة، ويلعبوا ضد بعض فريقين، بس ما فيش أهداف. ليه؟ لأن دول أطفال، المفروض ما يكونش عندهم روح البطولة من دلوقتي عشان اللي حصل ده. فاللي حصل ده غلط، وغلط من الاتحاد المصري لكرة القدم ومن اللوائح اللي مش بتمنع ده. المفروض أنا أمنعه لغاية 17 سنة ولا 18 سنة، بعد 17 أو 18 تبدأ البطولات ويبدأ العد، إن أنت خدت بطولة وتفوز بكاس بعد نهاية موسم. لكن الموسم بتاع 2010 دول اللي هم عندهم 12 سنة و13 سنة و14 سنة و15 سنة، كل ده أطفال، المفروض يلعبوا من غير نتيجة، من غير نتيجة. يعني حتى في نهاية المباراة ما حدش يعرف كام، حتى لو انت فزت باين ان انت دعك الفريق الثاني، يعني انت غسلته غسيل ومكوى، بس كام الله اعلم، ممكن 8 ممكن 9، حتى انت لو ما بتعدش مش هتقول 22-0، مش هتبقى فضيحة للناس. يعني موضوع كبير والناس مش واخدة بالها، ودول أطفال، حرام تحطم بني آدم، ده اسمه إنسان. فهي الإنسانية بتقول كده، بطلوا الموضوع ده. لازم اللوائح تتغير، غيروا اللوائح لو سمحتوا، غيروا اللوائح اللي بتعمل ده، لأن ده بيسبب تحطيم لنفوس أطفال. حرام، ده بره بيكرموا الحيوان وحقوق الحيوان، احنا عند حقوق الإنسان وحقوق الطفل مطنشين. ده حرام الكلام ده أصلا، يعني كلمة حرام كبيرة، الواحد مش عايز يقول حرام، بس غلط، يعني كلام غلط. غيروا اللوائح لو سمحتوا. كلام لاتحاد كرة القدم، لمجلس النواب، لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الموقرين، الناس اللي لا بتهش ولا بتنش، لوزير الشباب والرياضة اللي بياخد تعليمات وما تعرفش من فين، زي رئيس نادي معين اللي هو نادي المختلط، من غير أي كسوف أو حياء. فحرام عليكم اللي بتعملوه. غيروا اللوائح، واللي عنده رأي غير ده يكتب لي في التعليقات لو سمحتوا. ده كلامي للمتابعين، فمعلش يعني اكتب لي أو قول لي، يمكن رأيي غلط. أخيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.